السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حكاية جديدة من بودكاست حكايات مبرمج. حكايتنا النهاردة هتكون عن اليونت تيست، وهل مفروض لما نيجي نكتب اليونت تيست نكتبها قبل ما نكتب الكود، يعني قبل ما نكتب البيزنس لوجيك بتاعنا، ولا مفروض نكتب اليونت تيست بعد ما نكتب البيزنس لوجيك؟ قد يبدو للبعض ان السؤال ده غريب شوية، ولكن للأسف في ناس كتير جدا بتقع حيرانة في السؤال ده، خصوصا بعد ظهور مفهوم ال TDD أو اللي بنقول عليه ال Test Driven Development. ففي ناس بتتبع النهج الأول اللي هو أنا هاكتب اليونت تيستس بعد ما أخلص اللوجيك بتاعي، وفي ناس بتقول لأ، المفترض إننا نكتب اليونت تيستس قبل ما نكتب أي بزنس لوجيك. وقبل ما أجاوبكم على السؤال ده وأقول لكم رأيي فيه، خلوني أشارك معاكم تجربتي الأول مع اليونت تيست. في البداية وكأي مبرمج مبتدئ بنلاقي إن من المهارات الأساسية المفترض تكون عندنا كسوفت وير انجينيرز هي إننا نكون بنعرف يونت تيست. ولكن للأسف كل الكورسات اللي كنت شُفتها على أيامي كان الunit test بيتمحور حوالين الآتي: إن إحنا عندنا function بتجمع رقمين أو بتقسم رقم على رقم، والمفترض بقى هنا إننا نكتشف إن الedge case اللي هي لمّا تيجي تقسم على 0 الكلام ده مش هيكون مضبوط، وإننا مش مهندلين الedge case دي، ومش مهندلينها بشكل كويس، وبالتالي هنا يظهر أهمية الunit test اللي بنطلع بيها من الcourse. وللأسف وقتها ما كانش في أي كورسات أو resources كافية بتوضح أهمية اليونت تيستس بشكل فعال، وإزاي نقدر نطبقه على أرض الواقع في مشاريع حقيقية. ولكن الكلام بدأ يوضح بالنسبة لي أكتر لما كنت اتجهت للدوت نت فريم ورك وبدأت أشوف كورسز متنوعة، وكانت دي فترة الكورونا واللي تقريبا فيها خلصت معظم كورسات بلورال سايت على الدوت نت، وكان اللي فاضل لي وقتها إن أرجع أبص بصة تانية على اليونت تيست. وقتها حرفيًا حياتي اتشقلبت، وده لإني لأول مرّة أعرف أهمية الunit test وقد إيه هو مفيد كان وقتها، بعيدًا بقى عن الآلة الحاسبة وعملية الجمع والقسمة. ومن ضمن الحاجات اللي علّقت معايا وقتها في كورسات pluralsight واللي أظن إنها كانت من أفضل المنصات للكورسات حقيقي، لإني كنت حاسس إن اللي بيدّيك الكورس هو حد فعلًا عنده خبرة عملية حياتية مش بس نظرية، هي فكرة الinterfaces والmocking والbuilder pattern. اشمعنى ال3 حاجات دول بالذات؟ ده لإني كنت في البداية شغال كfront end، وقبل ما أقرر إني أروح كback end، فالinterface مثلًا على سبيل المثال، وما حدش هيحس باللي هاقول عليه دلوقتي غير اللي اشتغل بالJavaScript فترة طويلة وفجأة اتجه للC# أو الJava. الinterface كان بالنسبة لي حاجة غريبة جدًا، يعني حاجة غريبة من نوعها، وما كنتش فاهم فكرته ولا فايدته إطلاقًا، واللي هو أنا ليه يا عم كل شوية أروح أcreate class بتimplement interface؟ ما أخلّي الclass تعمل اللي هي عايزاه وخلاص. ليه لازم كل شوية نروح نعمل انترفيس وتصدعونا بالجملة إن هي لازم الhigh level modules لازم تعتمد على abstract، ما ينفعش تعتمد على concrete implementations؟ ليه الجملة دي عمّالة تتكرر كل شوية وأنا مش فاهمها؟ واللي هو إيه اللي ما نفعهاش؟ ما نعملها عادي ويبقى عندنا class بتعمل اللي هي نفسها فيه. فأنا ما كنتش شارب المفهوم ده خالص وقتها. ولكن لمّا شُفت كورس الunit testing في الDot net وبدأنا هنا يكون عندنا اعتمادية على قاعدة بيانات، فهمت وقتها قد إيه الinterface ده حاجة مهمة جدًا. فأنت إزاي عاوز تكتب unit test مفترض إنها تروح تكلم قاعدة بيانات وتجيب منها data، وكل ده تعمل له unit test من غير ما تروح تكلم قاعدة البيانات بحق وحقيقي. فوقتها الinterfaces هي اللي كانت الفيصل في إننا نقدر من خلالها نفصل بين الrepository الأساسية اللي بتكلم الdatabase وبين الfake repository database اللي عاوزين نبنيه وكأنه هو الdatabase اللي بحقه حقيقي. فمفهوم إنك تعتمد على interface بدلًا من concrete implementation نوّر معايا وقتها جدًا في الموضوع ده. واللي هو تصدّق صح، أنا بدل دلوقتي ما هاروح أستعمل الrepository الأصلية، أقدر أبعت دلوقتي fake object بيimplement نفس الinterface ده، وبالتالي بعدين اتجهنا لمفهوم الmocking عشان نعالج المشكلة الأزلية اللي هي الاعتمادية. وده لإن طبعًا وإحنا شغالين في أي project بحق وحقيقي مش آلة حاسبة بتعمل عمليات جمع وقسمة، هيكون عندنا أكيد classes بتعتمد على classes تانية، والclasses التانية دي ممكن تكون وقتها services بتكلمها من خلال network أو حاجة زي الdatabase على سبيل المثال زي ما شُفنا. فمن غير الموكينج وإننا يبقى عندنا fake dependencies عشان نقدر نكتب اليونت تيست، ما كناش هنعرف نتست السلوك بتاع التطبيق بتاعنا بشكل سليم. طب إيه بقى موضوع الbuilder pattern اللي اتكلمنا عنه في الtesting في ال3 حاجات اللي أنا قُلتهم فوق؟ لو تفتكروا أنا كنت قُلت من الحاجات اللي نوّرت معايا كانت الinterfaces والmocking والbuilder pattern. في الحقيقة ده موضوع جميل جدًا، وليّا فيه ذكرى جميلة، ألا وهي إن أول شغل اشتغلته وأول task خدتها بما إني كنت وقتها باتفرّج على الكورس ده، كان إني أروح أعمل unit tests لproject كامل. ووقتها الحمد لله الواحد كتب كمية unit test كتيرة جدًا، وكان في test coverage محترمة، وطبّقت فيه على الكورس بشكل عملي. فكان أحد مزايا الbuilder pattern في الموضوع ده هي الfake objects بالذات، اللي عمالين نتعامل معاها خلال الunit test كلّها.
فأنت على طول وأنت بتعمل unit testing هيكون عندك data models بتحاول تتعامل بيها، مش كده؟ يعني بمعنى أصح بعض الdata models بتجهّزها عشان تبعتها للfunction اللي أصلًا عايز تعمل لها test على سبيل المثال. طب هتعمل إيه بقى لو قُلت لك إنك عندك 1000 unit test وبتستعمل في ال1000 unit test دول data models وجيت في مرّة من المرّات زوّدت field في data من الdata models اللي موجودة في ال1000 unit test والfield ده مهم إن يكون موجود فيهم كلّهم لإنه required. فأنت الحل الطبيعي إنك للأسف هتروح تعدّي على ال1000 unit test عشان تزوّد الfield الناقص دوّة في الdata model بتاعك وتبعته للfunction أو بتجهّزه بمعنى أصح، ويا رب وقتها ما ننساهوش في حتّة من ال1000 unit test. طيب ماذا لو بقى إحنا كنا شغالين بحاجة زي الbuilder design pattern ده هيساعدنا إزاي؟ في الحقيقة ده هيساعدنا كتير جدًا، أنت ممكن يكون عندك data model class test builder وليكن خلّونا ناخد مثال على الstudent لو أنا عندي student model ونقول هنا هيكون عندنا مثلًا student model test builder نقدر نحط في الclass ديّة اللي هي الstudent model test builder بعض الfunctions باستعمال الbuilder ويبقى عندنا مثلًا method اسمها get default student builder وفي الfunction دي نحط فيها الfields الfake اللي عاوزينها بدل ما بنعملها 1000 مرّة duplicate في ال1000 unit test. فأنا لو عندي في ال1000 unit test باروح أcreate student object أقدر أنادي على الfunction دي وget الdefault student builder اللي فيه الdata الfake وليكن زي اسمه، الإيميل بتاعه، أي placeholders أنا عايزها هتكون مشتركة في ال1000 unit test اللي أنا شغال بيها. طب برضه أنا كده استفدت إيه؟ بالشكل ده لو أنت بتكتب unit test كانت عايزة بس أي بيانات وخلاص، فأنا ممكن أنادي على الfunction اللي هي كان اسمها get default student builder وطبعًا الfunction دي هترجّع لي الfake fields اللي أنا محتاجهم، حاجة زي مثلًا أنا عايز أي اسم وأي إيميل وأي age. طب ماذا لو إن في بعض الunit test بتtest behavior على fields تانية، فأنا وقتها الunit test دي عايزة fields معيّنة، هل إحنا ناسيين إن إحنا شغالين بالbuilder design pattern والّا إيه؟ أنا ممكن بكل بساطة بعد أمّا أنادي على الget default student builder أقوم جاي عامل dot وأزوّد الfields اللي أنا عايزها وأعمل لها setting زي ما أنا عايز، ودي ميزة الbuilder design pattern. فلو ال1000 unit test بيعتمدوا على بيانات معيّنة، نقدر نختزلهم كلّهم في الdefault method اللي إحنا اتكلّمنا عنها، ولو في أي unit test function عايزة تزوّد field تانية أو تset attributes تانية، هيبقى سهل إن أنا أعمل ده طبعًا بالbuilder design pattern. بصراحة الفكرة دي كانت من أعظم الأفكار اللي شُفتها لتطبيق الbuilder design pattern وقتها، بعيدًا عن إنّك تبني بيه objects وخلاص. ووقتها فعلًا ارتبط معايا الbuilder design pattern بالمشكلة دي، وإزاي هو جوكر في إنه يوفّر عليك كل المجهود دوّة لو أنت عندك عدد كبير جدًا من الunit test اللي بتعتمد على creating fake objects. وبعد الفترة اللي اتعلمت فيها الunit test في الDotNet وقتها اكتشفت إن في terminology كده وكورسات بتتكلم عن حاجة تانية مفروض نتعلمها ألا وهي الTDD. فقُلت تعالَ يا ابني نشوف إيه حوار الموضوع ده. لقيت في الTDD إن المفترض إنك تكتب test لحاجة مش موجودة أصلًا، وبعدين عشان هي مش موجودة فبالطبيعي أكيد هتfail. فأنت بعد كده بقى المفروض تروح تصلّحها بإنك تكتب الlogic بتاعها وتعمل rerun للunit test تاني، ولو عدّت يبقى أنت كده ماشي مضبوط، فمفترض تروح تعمل بعدها refactoring للكود بتاعك وتحسّنه، وترجع تعمل rerun تاني مرّة تانية للunit tests بتاعتك عشان ما تكونش بوّظت حاجة في الrefactoring. والكلام اللي قُلته ده اعتبره بقى في دايرة عندك loop بتعمله، فأنت بتكتب filling test بعدين تخلّيه يعدّي من خلال إنك تكتب الlogic اللي بيخلّي الunit test دوّة يsucceed أو يpass وبعد كده تبدأ تعمل refactor وتrerun الunit test وما إلى ذلك. الكلام ده كان غريب جدًا عليّا وقتها، إزاي هاروح أكتب unit test لحاجة مش موجودة؟ فكنت شايف الموضوع بصراحة تضييع وقت، ولكن الحمد لله بعد كذا سنة اكتشفت برضه للأسف إنه تضييع وقت، وطبعًا أنا باهزر. الTDD هو اللي خلق السؤال بتاع هو المفترض إننا نكتب الtest قبل والّا بعد؟ لإن الطبيعي إن الناس بتكتب tests للكود بتاعها، ولكن ما كانش طبيعي إن هم يكتبوا tests لحاجة مش موجودة. فخلّوني قبل ما أقول لكم رأيي نحاول نفهم المشكلة اللي الTDD أصلًا جِه عشان يحلها. في حاجة أغلبنا ما بناخدش بالنا منها، ألا وهي إنك لو قدّامك كود بتعمل له testing فأنت بنسبة كبيرة وأكاد أجزم إن أغلبنا بيعمل ده، هو إنك بتروح تقرا الكود وبعدين تكتب الtests بتاعته، مش كده؟ ولكن للأسف ده غلط. ليه غلط بقى؟ لإنك أنت دلوقتي لمّا هتروح تكتب tests أنت هتكتب الtest اللي تخلّي الكود يعدّي مضبوط، فأنت كتبت tests عشان تcover بيها الcode flow اللي أصلًا مكتوب، ولكن الtests في الأساس اتوجدت عشان تختبر سلوك البرنامج مش الflow اللي أنت قريته. ما هو لو كل واحد راح يكتب test على الflow اللي قراه يبقى بنكتب test ليه أصلًا؟ ما أنت عارف كده الflow هيمشي إزاي. خلّوني أدّيكم مثال عشان نوضّح الموضوع ده شوية، لإن هو فعلًا مهم. إحنا دلوقتي لو عندنا end point بتاخد order ولو الorder ده قيمته بقت أزيد من قيمة معيّنة، هنبدأ نapply عليه discount معيّن، ولو أنت شغّال
في الend point ديّة وقريت الflow، فأنت كل اللي هتعمله إنك هتروح تكتب unit test وتناديها مرّة بالorder بيعدّي القيمة، ومرّة مش بيعدّي القيمة، ومرّة بيساوي القيمة. حد هيقول لي طب إيه الغلط في كده؟ ما ده المفروض نعمله. الغلط في كده إنك ما فهمتش سلوك البرنامج أصلًا مفترض يكون إيه قبل ما تروح تقرا الكود وتعمل له testing. وعلشان كده ده اللي الTDD جه عشان يحله. في الTDD أنت فاهم السلوك ولكن مش معاك كود، فأنت بنسبة كبيرة هتغطي كل الاحتمالات لإنك دلوقتي بقيت بتكتب كود بيحقق السلوك اللي أنت عايزه، اللي المفروض البرنامج يعمله. ولكن في الحالة اللي ذكرناها من شوية مع كود already جاهز أنت بتعمل له testing، أنت رُحت تكتب تيست تخلّي الكود يعدّي. وعشان كده ناس كتير بتُقع في الفخ ده، إن المفترض من كتابة الunit test إنّك قبل ما تروح تمشي مع الflow وتكتب له unit test، إنّك تفهم من الbusiness الأول السلوك كان إيه، قبل ما تروح تقرا الكود وتعمل له test. لإن افترض مثلًا كان السلوك محتاج لو قيمة الorder أقل فعلًا مش هيapply discount، ولكن يكون في الresponse message رسالة بتوضّح للشخص إنه فاضل له كمان X amount عشان ياخد خصم بقيمة كذا. فأنت لو مش فاهم إن السلوك مفروض يبقى بالشكل ده، مش هتحُط ده في الاعتبار وأنت بتعمل test، ولكن أنت هتروح بس تعمل test للcode flow إن هو بيapply discount والّا مش بيapply discount. وده من الأساس اللي خلّى البعض يتجه أكتر للTDD، لإنه بيزُقّك أوي في اتجاه إنك تبني كود بيحقق السلوك المرغوب فيه، ولكن مش إنك تكتب كود وتروح تعمل له test للflow اللي أنت كتبته. طب برضه إحنا ما جاوبناش على السؤال ده، ودنك منين يا جُحا، نكتب test قبل والّا بعد؟ في الحقيقة ده سؤال كل واحد مفروض يرُد بيه على نَفْسه. فلو أنت حابب الTDD اتجه للTDD وابدأ اكتب الtests قبل ما تروح تكتب الكود أو الbusiness logic بتاعك طالما مرتاح معاها، وكده، كده مع الوقت هتلاقيك متعوّد عليها ومش هتلاقي الموضوع time consuming زي الأول إطلاقًا، لإن بنسبة كبيرة أي حد بيتعلّم TDD الموضوع بالنسبة له هيبقى time consuming بشكل كبير. ولو أنت مش حابب الTDD وعاوز تكتب tests وخلاص، إذًا اتأكد قبل ما تروح تكتب test للكود إنك فاهم الbusiness logic كويس والسيناريو اللي أنت شغال فيه والlogic قبل ما تحاول تقرا الكود وتعمل test للكود ده. وأنت بتكتب test حاول تنسى الكود اللي قريته خالص بيعمل إيه، وتفكر هو مفترض السلوك يكون إيه، مش الكود بيعمل إيه. ومما لا شك فيه إن كلنا لازم نكون متفقين إن الunit test أصلًا مهمة، وإنها شيء أساسي وحيوي في صناعة البرمجيات، وإنها كمان ثقافة. فلو أنت في فريق مش متعود على كتابة unit test، ابدأ أنت بنفسك وازرع ده في فريقك، لإن مع الوقت ومع كمية الحاجات اللي هتبقى موجودة في التطبيق بعد كده أو في البرنامج اللي بتبنوه، هييجي بعد كده حد يكره عيشته حرفيًا لإنه مش فاهم أي حاجة ولا عارف مين بيودّي على فين. وأنت أكيد مش هتحب إنك تتحط في الموقف بتاعه، فافتكر دايمًا إن الدنيا دوّارة. بكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا، وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.